المهندس احمد بيدلي بكلمه. احنا شفنا الترابيزه بتاعتنا هي والكوادر بتاعتنا من خلال برنامجنا صوت الحياه. صوت الحياه ونشكره على تشريفه لحفلنا المتواضع، كما نتوجه بالشكر لكل السادة زملائي كتيبة العمل وحزب حماة الوطن بالداخلية، السادة الأمناء المساعدون، السيد المهندس المحترم الذي ندعو له جميعا بالشفاء، أمين التنظيم المهندس أحمد هيثم، كافة السادة الأمناء النوعيين بالمحافظة والسادة أعضاء الائتمان ورؤساء البلاد، وصولا إلى السادة أمناء المراكز وهيئات مكاتبهم من الأمناء حتى السادة أعضاء الوحدات الحزبية المنتشرة في ربوع الأهلية. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أحييكم وأشكركم على مجهوداتكم في الفترة السابقة، كما تقدم أستاذي الدكتور عبد العال في كلمته. لقد كنا جميعا في فترة واحدة، في فترة عصيبة من تاريخ مصر، في استحقاق هو الأهم من نوعه، استحقاق الانتخابات الرئاسية التي انتهت بفوز مرشحنا فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. لقد ضربتم أروع الأمثلة في الوطنية واحترام الحزب وقياداته، قيادات الحزب التي ضربت لنا الأمثلة، قيادات الحزب وعلى رأسها السيد الفريق كلام الهريدي والسيد اللواء أركان الحرب أحمد العوضي نائب أول رئيس الحزب رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، والسيد اللواء طارق نصير الأمين العام. ولا ننسى معالي الدكتور أحمد العطيفي أمين تنظيم الجمهورية ومساعد رئيس الحزب. هؤلاء القيادة ضربوا لنا أروع الأمثلة في الفترة الماضية، وأصروا الليل بالنهار، قطعوا على نفسهم عهدا أن يكونوا حزبا مؤسسيا قياديا ينفذ مخططات وآراء الدولة المصرية ويحافظ على أركان ومعاني الدولة المصرية. كانت النتيجة اللي احنا صدرها النهارده موجودين. احنا موجودين النهارده رقم واحد، بقدم لكم جميعا الشكر على ما بذلتموه من جهد. اليوم يوم الحصاد، كلكم تعبتوا وكلنا كنا على قدر المسؤوليه، ولا استثني احد. الجميع اشتغل والجميع كان عنده وطنيه وعنده حميه على الحزب. الامر اللي وصلنا لهذا الموقف السياسي ولا يخفى على احد قدر وقيمه حزب حماة الوطن وسط الكيانات السياسيه الاخرى. نفخر جميعا اننا ننتمي لهذا الحزب، هذا الحزب الوطني. اقسم بالله منذ ان توليت مهمه امانه الاهليه وانا اضع هذا الحزب قضيه
مسؤوليه جديده وتوجهات فخامه الرئيس. عشان كده كلنا كنا بنشتغل بحب، بنشتغل بقلب، عملنا عطاء بلا حدود، اشتغلنا وادينا. كانت النتيجه الشكر للقياده السياسيه. عشان كده بنقول لكم شكر القياده السياسيه لما كرمونا في القاهره، كرموني رمزي لحضراتكم، وانا عارف حضراتكم انتم مبسوطين جدا بهذا التقدير. الاهليه محافظه كبيره، محافظه عظيمه، لها تاريخ كبير، خرجت من العظماء والعلماء والمفكرين والقاده الكثير، وحضراتكم كلكم قيادات طبيعيه محترمه قادرون على حمل المسؤوليه واستكمال النجاحات اللي تمت اللي هيبني عليها ما هو بعد ان شاء الله. وحقيقي كلكم، وده طبعا اقل شيء اقدر اقوله ان احنا نجتمع سويا ونحتفل ونقول كلنا تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. المجهود اللي تم هيبني على بعض الحاجات اللي عاوز اتكلم فيها. صراحه هذا المشهد العظيم والحجم الكبير غير متوقع بصراحه خلاني مش عارف اتكلم، بس عايز اقول لكم ان الكلام اللي هو طالع من القلب واتمنى يوصل لكم، وعايز اقول لكم حقيقه ما بداخلي بجد. حقيقه النهارده ان احنا بقينا في موقف كل الناس بتشكوا عليه، كل الناس بتشكوا عليه بشغلكم وبتعبكم. وصلتم لنقطه كل حسين عليها حيث محمد الوطن النهارده وما انجزوا وما فعل. احنا شفنا التدريبات اهو. برنامجنا صوت الحياه، تغطيه مباشره للبرنامج. احنا في ترابيزه اهل بالقاس، اهل الكرم والجود، اهلنا الناس الطيبين. معانا صحفيين على الترابيزه واعلاميين، ومعانا مزاول الهمم، ومعانا كوادر، كله حريص فعلا يقدم حاجه لمصر في ظل السيد الرئيس حضراتكم كلكم مبسوطين وقديكم. عشان كده بنقول احنا حققنا مكتسبات بشكل معين. كيفيه الحفاظ على تلك المكتسبات ايه؟ احنا وصلنا لنجاح كبير قوي. النجاح سهل توصل له، الاصعب ان انت تستمر في صداره المشهد. هذا الاستمرار يستوجب مننا مش مزيد من الجهد، مضاعفه الجهد مرات ومرات. ان اللي جاي اصعب. احنا اشتغلنا في مشهد جماعي مع كافه الكيانات السياسيه وحققنا نجاح كويس جدا. قلنا للناس احنا حماة الوطن، احنا حزب حماة الوطن. قلنا فعلا احنا حزب كل المصريين بيناموا وقفنا بجد. انا فخور بيكم كلكم، فخور بالكم الكبير ده، فخور بالمشهد السياسي اللي تم في انتخابات الرئاسه. حاسس ان انا قدرت اقنع زملائي والصغيرين، اولادي الشباب الصغيرين اللي كانوا بصراحه ما بيناموش. يمكن في شغل تاني حضراتكم ما شفتوهوش لكن الامانه في المنصوره هنا والله كانوا بيناموا ليل ونهار بشغل حريصين على نوصل للنقطه دي. عشان كده انا بطالب حضراتكم الفتره الجايه بمزيد من العمل، مزيد من الحرص على الحفاظ على المكتسبات اللي تمت. اللي احنا النهارده بقينا في مكان على وسط الاحزاب الحمد لله نفخر بها. هذا الامر بيحتم علينا، احنا نخاف عليها، نشتغل ونبذل مزيد من الجهد علشان نقدر نحقق المعادله الصعبه في الانتخابات القادمه والاستحقاقات القادمه. الموضوع ابتدى ما انتهاش، اللي جاي اصعب بس انتوا قادرون. اللي عملها مره كان 1000 خطوه اسال ايه؟ يقدر يعملها ايه؟ 1000 مره. وحضراتكم اللي عملتوه المشهد الرائع الوطني المحب لبلده، مشهد اهم. احنا كلنا فخورين بهذا المشهد. هنقدر نعمله ان شاء الله في جميع الاستحقاقات القادمه، سواء انتخابات المحليات او انتخابات المجالس النيابيه، سواء مجلس النواب او مجلس الشيوخ. والامر دوت يستوجب علينا بعض الاجراءات في عجاله. احنا في محفل تكريم وفرحه وسعداء
وشكر. انا والله انا حابب انزل على كل واحد منكم ابوس راسه، كلكم بذلت جهد. عاوز احييكم، عاوز اقول لكم الدنيا كلها ان انتم شرفتوني امام محافظه الدهليه بالكامل وامام الكيانات الاخرى اللي كانوا بينظروا لنا نظره غير. احنا مش داخلين مع حد في المنافسه، نحن نتكامل مع الاحزاب الاخرى، نتكامل مع الاحزاب الاخرى، ولكن كان علينا ان نثبت للجميع أن حزب حماة الوطن حزب وطني حتى النخاع، قادر على إدارة المشهد للدورة المصرية. الفترة الجاية احنا داخلين أولا كل سنة وانتم طيبين، بكرة بداية عام جديد، ولقينا الحمد لله نهيناه بحاجة مشرفة للحزب، بعمل وطني كبير في الاستقطاب المكان. انا اتبسطت جدا النهارده ان انا شفتك. انا مبسوطه ان انا شفتك. مبسوط جدا وانتوا حبايبي ربنا صورني يبارك. جنب القمر دي. القمر حبيبتي ازاي؟ القمر منوره الدنيا انت دي. عامله ايه؟ بس مباشر. تمام. ها بس مباشر. تحيا مصر. هي الاعلاميه بتعمل بس مباشر راجل طبعا البرنامج يا طبعا راجل طبعا يا جميل. خلينا نسمي هذا العام القادم بالخير ان شاء الله، نسميه عام الانتشار. لا احد ينكر وجود حزب حماة الوطن في الشارع، ولا احد ينكر ما قام به حزب حماة الوطن في الفترة السابقة. تبقى عليه نحن حزب حماة الوطن وحوادثه المحترمين ان ننتشر بشكل طبيعي في كل المدارس وفي كل القرى. سنضع خطة شاملة في خلال شهرين ثلاثة نكون مغطين كل الوحدات الحزبية في كافة القرى والنجوع والعزل. هنوصل لكل الناس بترحب بيكم. احنا حزب مقبول في الشارع، وحضراتكم اشخاص قيادات طبيعية محترمة قمتم بدوركم تجاه الوطن والمواطن. الفترة الجاية هنزود جهدنا ونحقق خطتنا وننتشر. في نهاية العام إن شاء الله نكون موجودين كأكبر حزب سياسي في الشارع المصري. توافقوني على هذا التصميم؟ مش عاوز أقارن كل الناس اشتغلت، كل الناس بذلت بس انا عاوز اطلق مسابقه كده بيننا وبين بعض في الفتره القادمه. معلش انا عمال بتكلم كتير صدقتكم، بس انا عاوزكم يعني انا عايز اتكلم معاكم كتير. حاسس ان انا قاعد مستعد، عيله كبيره وفخور بيكم. فخور بجد والله. تخيل كده رئيس السنه الراحل السادات بعد حرب اكتوبر لما دخل مجلس الشعب زمان قال لهم ايه بعد العبور؟ قال لهم اليوم ايه؟ اصبح لي درع وزاجل. حضراتكم الدرع والسيف بحزب حماة الوطن بالتأكيد. ان شاء الله اللي جاي بعد ما كنا بعض الناس ممكن بتقارن الحقيقه بحزب حماة الوطن. حزب حماة الوطن اثبت بالدليل القاطع انه قادر على اداره المشروع. انها اي رؤيه سلبيه ناحيه بقينا موجودين في الشارع. لابد ان احنا نستثمر هذه المكتسبات ان احنا ننتشر بشكل اقوى زي ما قلت قبل كده، وهنعمل حاجه بينهم هناك مراكز. كل شهر هنعمل كده حصر منه انشط كمية ويقرر ما هي افضل اماكن للانتشار. عايزين ننتشر افقي بكل القرى وكل النجوع وكل العزب في محافظه الدهليه. وعايزين ننتشر راسي بالعضويات قوه اي حزب. كمان الدكتور عبد القادر في المداخله التاريخيه بيسموها مداخله ايه؟ تاريخيه. لما كان كنيسه العيد تقول له يعني نقدر نقول في مجلس النواب القادم هيبقى حزب حماة الوطن بيمثل الكتله الثانيه. لا ليه ما يكونش تقول؟ عشان كده انا عاوز اقول لكم تحيي الدكتور عبد القادر هذه الكلمه مدعاه فقط
في كلام هنتصدروا بالشغل، والشغل عباره عن حاجتين: نتمدد في كل البلاد لانه هيحسسها بالقيادات في كل البلاد، وهنزيد في عدد التطبيقات. الامر اللي يجعلنا جميعا وقت الاستحقاقات نقول احنا قادرين، لنا كتله تصويتيه نقدر نعمل كيان لوحدنا ونخش انتخابات لوحدنا ونحقق نجاحات لوحدنا ونمثل اكبر كتله نيابيه لوحدنا. انا بحيي كل كوادر حزب حمايه الوطن. يمكن اما نرجع نقول نفسي نفسي خلاص ان انا اسيب عاوز اسيب شويه، انا عارف ان محدود اكتر من كده كتير، وعايز اقول لكم كل واحد فينا اشتغل، اقسم بالله مش كل واحد فينا يتهيأله ويضحك علينا. لا، انا عايز برضه يعني فاتني منهم حاجه في الاول خالص. عايزين نوجه شكر كبير قوي للجهه الراعيه دعم الحزب التي لا تألو جهدا في دعم هذا الحزب دون ظهور جهه محترمه راقيه تدعم هذا الحزب كلنا بنفخر بها. هذا جو التنافس ان شاء الله يحقق لنا المعادله الصعبه، ننتصر على انفسنا ونحقق النجاح المستهدف لنا في الفتره القادمه، اللي هو ان شاء الله هيمثل في كتله نيابيه كبيره، هيمثل في المحليات بنسبه كبيره، هيمثل في الانتشار وتأكيد الخدمات للمواطن هي الاصل في العلاقه. لان اي حزب زي ما قال سيد الدكتور قال ايه؟ قال الكتب ان التمثيل في المجالس النيابيه وتفاعل في الشارع. انتم اللي بتكونوا بالدور ده، حضراتكم مستقبل الداهليه والقيادات الداهليه فتره كانت نايمين كلكم، كل فيما يحقق طموحه وطموح الحزب. وفي الختام بقول عليكم في الختام اتمنى سمعتني ولا انا نفسي الكلام ده يكون فرحه فعلا، ما يكونش كلام في محاور ثانيه غير اللي فيها. احنا اليوم نفرح وبس. اليوم ايه؟ نفرح وبس. في الختام عايز اتوجه بالشكر لحضراتكم جميعا، كل القيادات المحترمه، كل حتى منسوبي حزب حمايه الوطن من الاعضاء على حفظ التعليم الكامل، وكافه القيادات الموجوده وعلى راسهم فخامه النائب او سياده النائب ايمن عبد المحسن المحترم عضو مجلس الشيوخ اللي شرفنا النهارده، الساده زملائي من الكوادر السياسيه وحضراتكم جميعا، شاكر لكم، شاكر لسعه صدركم اللي انتم حملتوني، بس انا كنت عايز اقول لكم اللي جوايا كان بحبكم كلكم، كل سنه وانتم طيبين والسلام عليكم ورحمه الله. شكرا معالي امين محافظه مهندس احمد رائع، ودائما كان حراس الوطن منذ الاف السنين يلبون نداء الوطن، يفترشون الارض ويلتحفون السماء. واليوم فان الاحفاد في حماة الوطن هم عنوانا وصوره لتلبيه نداء الوطن والوقوف خلف الوطن في كل اللحظات المطلوبه. والان مع كلمه معالي اللواء اركان حرب ايمن بن عبد المحسن عضو مجلس الشيوخ ورئيس قطاع الجبهه في حزب حماة الوطن. اتفضل. ممكن نسمع بعض يا فندم؟ كلمة اللواء. بسم الله الرحمن الرحيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا، ليجزي الله الصادقين بصدقهم
يعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفور رحيم. صدق الله العظيم. ما ذكرت على حضراتكم هي سورة الأحزاب. سورة الأحزاب الآية 23 و 24. كان دائما الرسول صلى الله عليه وسلم يذكر الصحابة بهذه السورة تكريما للصادقين اللي اشتغلوا بصدق، وتسكين للمنافقين عشان يتراجعوا عن نفاقهم. بداية اسمحوا لي أن أشكر أمانة حزب حماة الوطن بمحافظة الدقهلية برئاسة المهندس أحمد رعب أمين المحافظة، وأشكر حضراتكم جميعا أمناء مراكز محافظة الدقهلية وكوادر حزب حماة الوطن على تواجدكم في هذا اليوم، يوم التكريم. اسمحوا لي بداية أنا لن أطيل على حضراتكم، ولكني أطالبكم بأن تفخروا بحزب حماة الوطن، الحزب الذي تنتمون إليه، حزب كل المصريين، الحزب الأكثر حرصاً على تحقيق متطلبات الأمن القومي المصري. عايز أأكد لحضراتكم أن حزب حماة الوطن وقيادته العظيمة بدأنا بالاستعداد للاستحقاق الرئاسي، الاستحقاق الدستوري والانتخابات الرئاسية منذ شهر يوليو 2023. وحزبكم هو الحزب الأول، الحزب السياسي الأول الذي أعلن عدم الدفع بمرشح ودعم وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي لتولي رئاسة فترة رئاسية قادمة. وأهنئ حضراتكم جميعا والشعب المصري العظيم على الملحمة الوطنية خلال فترة الاستحقاق الرئاسي سواء في داخل مصر أو خارجها، وهو ما يؤكد اصطفاف الشعب المصري والأحزاب المصرية وعلى رأسهم حزب حماة الوطن خلف قيادته السياسية الحكيمة لاستكمال المشروعات الوطنية والقومية والاستراتيجية والجمهورية الجديدة. واليوم أشير لحضراتكم أن حزب حماة الوطن من أحد الأذرع الرئيسية لحملة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وما بذل من قيادات الحزب وأمناء المحافظات وأمناء المراكز وكوادر الحزب أثبت للجميع بما لا يضع مجال للشك أن حزب حماة الوطن عمل بدعم
وبدافع وطني لدعم وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهو ما يستحق الإشادة والتكريم. تكريم حضراتكم اليوم من أمانة محافظة الدقهلية، مهما كان هذا التكريم فإنه أقل مما فعلتموه أو مما فعله الشعب ربنا المصري، يبارك لك، كل سنه وانتم طيبين. ولكنه تعبير عاد عليك الايام بخير. يا رب سنه سعيده علينا وعليكم. يا رب. أن حزب حماة الوطن بدءا من قياداته المركزية وأمنائه يلمسون مدى الجهد الذي يقوم ازيك؟ منورين الدنيا. انا هو كنت طيبه يا قلبي، كل سنه وانت طيب. ويطالبكم الناس اللي بتتكلم يا فندم بعد اذن حضرتك، ويطالبكم باستمرار هذا الجهد خلال الفترة القادمة حتى ينال حزب كل المصريين المكانة اللائقة خلال الاستحقاقات القادمة، سواء الانتخابات المحلية أو الانتخابات البرلمانية في 2025. ما شفتكش من سنين، وحشتني، انا بدور وأنا عليك والله. حضراتكم جميعا وأشكركم على هذا المحفل العظيم الذي أشرف أن أتواجد مع حضراتكم فيه. وعايز أأكد مع حضراتكم بس، رايح بالقاس بكره الصبح عندي جلسه بالقاس. انت الصبح هتسيبي فين؟ هبقى في بتسمعوا البيت. من رن اليوم عليا رن عليا وانا عضو هبقى. مجلس. خلاص. تليفونك زي ما انت؟ لا كان التليفون أنا رئيس السنة الهيئة والله البرلمانية هقولك. للحزب في هرن مجلس عليك الشورى. اما اروح. طيب. ورئيس قطاع وسط الدلتا، حتى يعلم الجميع أن قطاع وسط الدلتا بيضم محافظة الدقهلية، ثم محافظة الشرقية، ثم محافظة دمياط. عايز أذكر حضراتكم أن خلال فترة الاستحقاق الرئاسي ليست وسط الدلتا فقط، وإنما وسط الدلتا وشمال الدلتا والصعيد وكل أمناء المحافظات قاموا بدور وطني شريف. دور وطني شريف يا نوع يا حبيبي، منوراني. ازيك يا استحق التكريم دي دي ولا ايه؟ من أعلى سلطة في البلاد. منورانا لو في كل حزب مكان. وطني شريف يعمل بشرف. وهنأ حضراتكم خلال برنامجنا صوت الحياة، احنا النهارده شفنا كل التوفيق خلال الفترة القادمة ومزيد من العمل المخلص في هذا الوطن النهارده خالص انا ده. لا انا هو انت منوره الحفله اللي ربنا يبارك طلعينا عنك كل كده. سنة وانت طيب. وانت طيب. انت ايه يا هتبقى على راجل؟ النت؟ انا برنامج. طيب ما محافظة الدقهلية ازيك يا عمر؟ أحمد مصطفى أمين المحافظة ازيك يا عمر؟ احنا شفنا عملت مباراة هي. السيد المهندس أمين كل سنة وانتم طيبين ومنورين. وأشكر كل أمناء محافظة الدقهلية. فين شهادة الناس دول؟ فين شهادة الناس دول؟ موجود. ابو كتبين الإعلامية سهير يوسف. اكتب الإعلام هنا. لا ما كتبتش. اكتب الإعلامية سهير يوسف. الإعلامية سهير يوسف. شكرا معالي اللواء ايمن بيك عبد المحسن على هذه الكلمات الرقيقه. امنت بالقاس. ولا يفوتنا ايضا ان ننقل التحيه للغائب الحاضر دائما السيد امين التنظيم، وندعو الله له الشفاء والعافيه. والان مع فتره فنيه في هذه الاحتفاليه الجميله للفنان سامي الخولي، ونبدا هذه الفقره الفنيه بالكلاسيكات المصريه الجميله قبل بدايه التكريم. تفضل يا استاذ. يا فندم على دماغي، انا واقفه عليهم، مفيش اصلا زياده بتجري عليهم.
المنصورة مركز بلاس، مركز المنصورة، منصورة وشربين وبلاس وكلهم ومركز بلدنا والمنصورة والباشا. كل عصافير طب سنة كده معانا. عشان اروح اقف هناك انا. سنة كده معانا السنة. برنامجنا صوت الحياة وعين الحياة ونجوم مصرية والحدث العربية في تغطية مباشرة للبرنامج من خلال قناة وطن يا أهل الوطن. تعالوا احنا جايين بنزرع البث. لو سمحتوا الناس تنتشر في المقال. شكرا للكابتن سيد الخوي على هذه الفترة، ويا ريت الناس تنتشر في المقال عشان نبدأ التدريب. دلوقتي هيبدأ التكريم. لو سمحتوا الناس تنتشر في المقاعد حرصا على بداية التكريم. يلا يا جماعة عشان التكريم بقى خلاص. وزارة السيدة المسلمين المصريين ما بتحركش السادة المسلمين سيلتزموا المقاعد على ظروف عشان نبدأ التكريم. بعمل له ساعة كاملة هيزل القناة ساعة. الله أكبر يا عم فتحي. محتاجة ساعة كاملة. الله أكبر الله أكبر. بس انت حملت شويه ساعة عشان خلاص بتدفع يلا. مش مهم فلوسه، بس المهم ان انا اعمل لها ساعة. عربية زرقاء سوزوكي سويفت 91 قفل الطريق على ظروف صحيحة يحركها. يلا فنان.
استاذ طبعا امين البوطي مع الحاج كل الناس اللي فرحنا قالوا لي الرياضه الزراعيه دي وبعد كده قالوا لي الولد بتاعك على التسليم على كل الولد الزراعيه دي بس اسمعها وبعد كده قالوا لي استاذ امين هنا ماشي. لو سمحتوا الناس تلتزم باماكنها عشان نبدا التكريم. الاستاذ الدكتور غريب زاهد غريب اللي هو ايوه يا صابرين تعالي يا عمري، جاي اسلم عليك. كانت عضوة مجلس الشعب. غير عرفه. اتفضل لو سمحت. الاستاذه صابرين التبعي كانت داخله مجلس الشعب الدوره اللي فاتت. الاستاذه شيرين عيان. طلخه. الاستاذ محمد البسيوني. كل اللي انت عايزه اجيبه لك. دكتور ابن ماهر. الاستاذه رشا ابو الحسن. اتفضل يا استاذه رشا. عضو مجلس الشعب اللي جاي عندنا بالقاس. تكريم الامانه السيد امين المحافظه صابرين التبعي اخت الدكتوره من وجيه. امانه التأهيلية يوم التكريم دكتور غريب سيد اللواء مجدي عرفه استاذ محمد عنتر استاذ شيرين والاستاذ محمد البسيوني والدكتور حلمي ماهر والاستاذ اشرف حسن. اتفضل يا دكتور. اتفضل يا حبيبي يا استاذ. هي شكلها اصلا مدرسه سماعه. شكل الدكتوره وجيه التبعي. ما هي اللي بصورني يا باشا. ايوه يا محمد. معالي اللواء ايمن عبد المحسن. معالي اللواء اتفضل. معالي اللواء. انا اللي ارجع ورا. معالي اللواء اتفضل. معالي اتفضل. معالي اللواء اتفضل. لتكريم معالي يا استاذ مهندس احمد انا برنامج صحفيه ونائب جريده الاخبار المصريه. ده التكريم اهوت من برنامجنا صوت الحياه. احنا شفنا التكريم اهوت وشفنا رئيس الحزب بيكلمهم. التكريم عباره عن لحظه يا معالي اللواء. مصحف طعم. التكريم مصحف. وايضا وترابيزتنا لوحدها مكرمه. ترابيزتنا ترابيزه بالقاس، اهل بالقاس ونماذج بالقاس واحلى شخصيات من بالقاس. برنامجنا صوت الحياه. المعالي الامين احمد بيرة والاستاذه الفاضله رضا فاضل. هو التكريم وانا عايزه مرات حضرون في الدرع ده محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. كل عام وحضراتكم بخير. كل عام وحضراتكم انت طيبه يا كراميلا يا حبيبي. من سنه وانت طيب يا زياد. زياد مهندس احمد روح بكل كلمه محتاجه تفكير ووحيد. فعلا جعلت كل كوادر حزب ماشي وضع حزب كل المصريين على قلب رجل واحد. عايزين نتفرج واحنا نعد زي برضه زي كل شعب الداهلية يشارك، كل شعب الداهلية يقول نعم لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيسا لفترة رئاسية جديدة. بنقول لمعاليه شكرا كلنا كوادر الحزب. بنقول شكرا جدا تشكر القيادات وتشكر كوادر الآن. عايزين نتفرج ونرجع. عايزين نتفرج على الهيئة ولا أنا لسه ممثل. فتحي طيب يا شيخ. عشان يسمع انا منشور على الدنيا كلها وانا منشور على الجرايد. هذه المرة هتوس كل الحدود. احنا بنشكر سيادتكم ولا يفتنا ابدا ان نشكر اعلام التأهيلية معالي اللواء كان حرب احمد العوضي الحاضر الخايم، معالي اللواء كان حرب ايمن عبد المحسن المتواجد معنا باستمرار في كافة المناسبات، معالي المهندس احمد عيطة امين التنفيذ يعود سالما. وعايز اقول كلمه شكر عايزين نتصل عليه شويه. نتصل عليه احمد عيطة. معايا رقم انا هتبعته لك قبل كده. وانا اقول قيامك بكافة المسؤوليات وان هو يعني مش عايز اقول كل كسب الجهد وكسب العطاء وكسب المال دايما بنشكر حضرتك ونشكرك يا باشمهندس. ودايما يا رب حزب حماية الوطن في الامام وفي المقدمه. شكرا لحضرتك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كل سنه وانتم طيبين جميعا. النهارده اخر يوم واخر ساعه ساعتين 3 في 23. بنقول لكم كل سنه وانتم طيبين 24. وان شاء الله دي تكون مصر في تقدم دايما ودايما برئاسه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. وينال شيء مصر. الحمد لله الجو اللي احنا فيه كان محتاج عبد الفتاح السيسي رئيسا لجمهورية مصر. احنا في ايام صعبة، في ايام محتاجة التريث، محتاجة الخبرة، وهو خبرة كبيرة جدا. العفو انا صورت وراك انا صورت الفيديو. لا مش تطلع في المكان. فالنهارده بيطبق ده بخبرته وبخبرته السياسية اللي موجودة النهارده اللي احنا فيها، اللي جانا في مصر. كل المعطيات اللي بتحصل من اسرائيل اللي هي الدايم مستغله وجود امريكا والدول العربية كلها على اساس ان هي تقلب حياتها مع مصر، ولكن مصر صامدة ومصر قوية ومصر معاها رئيس جمهورية شايل مصر ومع مصر وشعب وراه دايما ان شاء الله باذن ربنا. كل سنة وانتم طيبين. وبنحيي طبعا المهندس احمد رعب، بنحيي معالي اللواء ايمن عبد المحسن اخونا المحترم الكبير. بنقول لهم دايما ان شاء الله حزب حماية الوطن في تقدم. وامانه الداهليه احمد رعب رجل سياسي ما كنتش اعرف ان يبقى محمد بالطريقه دي وقدرت للحزب بطريقه كبيره وقريب من كل واحد، اذا كان امناء مساعدين او امناء نوعيين او امناء مراكز او وحدات حزبيه. الراجل ده متواضع بشكل كبير لدرجه ان حاجه الناس كلها حزب حماية الوطن. فبنحيي وبنقدم له كل التحيه وعايزين سقف
من القياده السياسيه نفسها قال ان حزب حماة الوطن اشتغل وعمل مجهود وكله بشرف وامانه. غير اي احزاب اخرى. والكلمه دي حطها تحت منها مليون سطر. وكلامنا على لسان ايمن بقى فتره بقول في وجوده. شاهد عيان اهو من القياده السياسيه بان حزب حماة الوطن ثبت وجوده وصلحات كبير. وان شاء الله زي ما احمد بيه قال ان باذن ربنا ان شاء الله المحليات جايه وهيكون حزب حماة الوطن متقدم عن اي حزب اخر. البرلمان جاي هيكون متقدم عن اي حزب اخر. ونتمنى للجميع الخير ونتمنى لمصر الخير. ولا يفوتني ان انا اشكر الحاجه ام ياسمين مش عارف راحت فين. والله العظيم الست دي على مشهد ورقه ان انا شاهد وكل شاهد عملت مجهود غير عادي لحزب حماة الوطن. مش علشان ان هي المدام بتاعها كبير رعب، لا، من جواها وبحماس شديد وبتفاني شديد وعملت اللي عليها وبالزياده. كانت راجل مش ست معانا في الحزب. فانا لو فاتت موجوده بحيي كل الامانات اللي موجوده. بحيي طبعا مركز شربين مكاني وبلدي وبقول نورتوا وشرفتوا. بحيي بلاد وبقول نورتوا وشرفتوا. وانا بلادي المنشا ولكن شربيني الاقامه والادامه وكل حاجه شربيني. وسنه طيبين ودايما بخير. ويشرفني ان انا شفتكم طبعا دايما بخير يا رب العالمين. والكلمه مع الحاجه ام ياسمين عشان تحييكم. نور يا زياده كده اهو. انا اولا بشكركم جدا على الكلمات الجميله اللي انتوا قلتوها ديت. وبعدين ده كان بيهاب من الرئيس. الرئيس بيؤمر كل ست يكون لها دور ومعتمد على الست في حاجات كتير. والمراه لها دور كبير جدا. لازم الست يكون لها دور في كل حاجه في حياتها في بيتها مع اولادها مع اصدقائها. الحمد لله فانا بنفذ اوامر الرئيس بتاعنا السيسي اللي امرنا كلنا لازم المراه يكون لها دور. والحمد لله ربنا يا رب يقدرني ان انا اكون كويس معاك. اما ياسمين وانت اقسم بالله العظيم اللي مخلينها اولا جوه السجن دي 1000 راجل. عندي زحمه تروح انا كده زمان انا كده الفشل الامين والنجاح للجميع. وانتم كلكم نجحتوا النهارده وبنشكركم جميعا. شكرا شكرا شكرا. السلام عليكم ورحمه الله. شكرا على هذه الكلمات الدقيقة. والآن نبدأ فقرة التكريم. وقبل ما نبدأ فقرة التكريم اللي حضر التكريم يا جماعه علشان العدد والوقت والمجهود. انما اللي ما جوش النهارده هم محل تكريم اكتر منكم لان كله تعب كله اجتهد. فمش معنى ان اللي حضر يبقى اللي ما جاش مش مكرم. لا، مكرم بوجودكم انتوا هنا. فانتوا مكان منهم موجودين في الصاله هنا. تكريم للجميع مش مقابلات نسبيه وحملات جميعا. والناس اللي في الشارع اللي ينتموا لحزب حماة الوطن. شكرا. شكرا يا فندم. كل التحية للمرأة المصرية وعلى دورها في كل لحظة والوطنية. ولو سمحتم بعد إذنكم اتفضلوا عشان المكان ده كله هنحتاجه. لو سمحتوا للناس اللي واقفة هنحتاج المكان ده. لو سمحتوا الناس اللي واقفة كلها بعد إذنكم. البروتوكول في التكريم بعد إذنكم. البروتوكول في التكريم لو سمحتوا بعد إذنكم. كل مجموعة هتطلع لو سمحتوا معانا عشان تاخد الروح بتاعتها تاخد الصورة مع الأمين العام والسيد اللواء. لو سمحتوا كل مجموعة لو سمحتوا المكان ده كله عايزين بعد إذنكم. يا ريت محدش واقف في المكان ده. اتفضلي يا دكتور حبيبي. علينا رسالة مهمة مساعدين السيد الأمين محافظ. المنى بتكريم السادة الأمناء المساعدين للأمين العام اللواء أسامة ضر، اللواء مجدي عرفة، المستشار هلال الشيخ، الأستاذ محمود شوقي، اللواء أسامة ضر، اللواء مجدي عرفة.
احنا اثناء التكريمات لبرنامجنا صوت الحياه تغطيه مباشره للبرنامج. برنامجنا برنامج الكلمه والراي الحر. برنامجنا برنامج الاعلاميه سهير يوسف مديره اعلام الوطن العربي ومعظم المؤسسات الدوليه والعالميه. برنامجنا برنامج الكلمه الصادقه والتدويج. برنامجنا كلمة وحرف ومعلومة. برنامج مع كل الناس.